لحد الان مش عارفه احكم بالظبط على 2025، ولكن هي كانت سنه مجنونه بس جميله. اول شهر في السنه يناير بابا وقع واتجبس شهرين كاملين، رجله اتكسرت، وانا من النوع اللي لو في حاجه تفتوفه في بابا بكتئب وبزعل. وشهر 2 بقى استقلت من شغلي از كونتنت كريتور في ماركتنج ايجنسي لان ما كنتش مرتاحه نهائي. شهر 2 برضو محمد دخل الجيش وكانت بدايه اللعنه علينا كلنا. شهر 3 اشتريت موبايل جديد لنفسي، من اكبر انجازات 2025 بالنسبه لي. شهر 4 سيف ابن اختي عمل عمليه كبيره وما كانش كمل 4 شهور تقريبا، فده حدث مؤلم برضه. شهر 5 و6 بقى يا جماعه وش الخير، لان كان اول مره اقول المقدمه اللي انا بحبها بموت فيها وانتوا كمان. طب يلا كلنا نقولها مع بعض، ويا حبايب قلبي رزونا وكل حياه رزونا. اما في شهر 6 كانت بدايه فيديوهات الفقره الليليه بتاعتي اللي حققت حوالي 200 مليون فيو تقريبا، وده رقم كبير يخض يعني، ما شاء الله انا بفتخر بالرقم ده. وفي شهر 6 كمان تميت مليون فولورز على التيك توك. شهر 7 اتصالحت مع رنيم صاحبتي وقدرنا ان احنا نرجع علاقتنا تاني. بالمناسبه يا جماعه رنيم صاحبه مخلصه جدعه، قلبها جميل قوي قوي، ده وجودها مهم في حياتي جدا وانا بحبها. شهر 8 بقى كان شهر مجنون على الاخر، اللي اتعمل عليه حمله، مش عارفه بيقولوا حمله الكترونيه تقريبا، قال بقى المقدمه بتاعتي بتستفزهم وكده بس دي حاجه يعني بصراحه كانت بتضحكني جدا. بس الحمد لله بجد ربنا رجع لي حقي بسرعه. كل حد قال على المقدمه بتاعتي ربع كلمه تمن كلمه تفتوفه قد كده اهو، طلع واعتذر لي وندم على اللي عمله، فالحمد لله قدرت ان انا اخد حقي. ايه اللي حصل في شهر 9؟ كانت الذكرى السنويه لخطوبتي، اتعمل لي ديت جميل قوي. شهر 9 برضو بقيت 2 مليون فولورز. شهر 10 لقيت ان انا اشتغلت مع حوالي 40 براند ومنهم براندات عالميه. شهر 11 سيف ابن اختي تم سنه، ودي كانت بدايه شعوري خالته، يعني انا خالته رسمي، في حاجه مني، في جزء كده صغنن ماشي قدامي على الارض. اخر شهر في السنه وهو شهر 12 وقعت، بابا تعب عمل عمليه، وانا فاكره احساسي ساعتها الدنيا كلها اسودت في وشي. انتوا عارفين ان بابا نقطه ضعفي، بحبه قوي الراجل ده عظيم. محمد خطيبي برضو عمل عمليه، ضربتين في الراس توجع قوي يا جماعه. سعد لو هنصحكم نصيحه واحده بس وانتوا داخلين، انا عارفه ان احنا دخلنا خلاص 2026، عيشوا واتبسطوا واستمتعوا باللحظه اللي انتوا فيها، تفضلوش شايلين هم اللحظه اللي جايه ولا تفضلوا تفكروا كتير. ربنا دايما معانا وشايفنا وحاسس بينا، فصدقوني كل حاجه بتعدي.